كنت راح نطرحوه، هل علينا الآن أن نقاطع حفل جوائز الكاف؟ أنا تابعت. راح نطرح لك سؤال معلش. لا جست نورماك. أنا تابعت الاستياء الكبير في وسط الصحافة الجزائرية. الجميع أظن أنه يعني كان إجماع على أن هناك أضحوكة في الكاف، وتابعت حتى وسائل التواصل الاجتماعي. يعني كاين ناس في les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que ceux qui dirigent la CAF. Mais le problème pour moi, c'est le silence de la FAF. Le FA, là, je pense que parfois, il faut dire notre opposition. على كل حال قلتها كي بديت نتايا، أنا جامي آمنت به هذا بريزيدون دو لا كاف. ان هوم دافير انا اللي عمره ما ينجم يكون بريزيدون تاع اون كونفيدراسيون افريكان، لان ان هوم دافير مديور لي زافير. بصح تنجم كاناتيك تدخل في دوطر زافير اللي هو ستان هوم دافير. فهمت كيفاش؟ نعم. يدخل في واحد لي زافيرات كما قال الانسبكتور. فهمني؟ دونك هذا السيد هذايا الموتسيبي هذايا اسكو réellement c'est lui qui dirige la CAF. هنا لب القصيد. هنا est-ce que c'est réellement c'est lui qui dirige la CAF. أنا je suis convaincu c'est pas lui qui dirige la CAF. راهو بريزيدون de la CAF يمد كلمته يمد رايه في أمور أخرى، بصح لي certaines choses تدخل فيها بزاف السياسة، ولهدايا كي دخلوا له السياسة طاحت القيمة تاعو، زادت طاحت القيمة تاعو. إني بريزيدون دو لا كونفيدراسيون افريكان إلي أو سيرفيس دو سيرتان. دونك ما عنده اوكين كريديبيليتي. انت قلت يضحكوا علينا، احنا ما يضحكوش على الجزائر، وعمرها ما ضحكوا على الجزائر. الله قلت يضحكوا على افريقيا، احنا ننتميو لافريقيا. لا في هذه ما ننتموش في هذه، احنا ننتمو. احنا لو كان جاء بريزيدون دو لا كاف الجيريا يدير هذا السينما، جامي يدير هذا السينما. احنا توجور نحبوا نوريو بلي اوني اونيت اوني جوست اوني كذا. احنا جامي تصرى هذه، فهمني؟ ولهذا السيد هذا انا اللي عمره ما قنعني. واش هو يدير؟ يضحكوا عليه دوك تحلي الزوطرشان فرونسيزا، يضحكوا عليه ويضحكوا على لي سارتان اللي راهم يدخلوا في واحد المستوى حبط، نيفو با تاع لاكاف. هذا ماهوش مستوى. لو كان مستوى يديروا لك الشان، ما عنده حتى معنى الشان هذه، ما عنده حتى معنى حتى قيمه. صح، جاست مورولك ما عنده والو. هو كان سونس اللي دار هذا الشان سي فريمون حابس. صح، ما تقدرش حتى وتحب تطرافيك يا سي علي، ما تقدرش تنحي واحد خرج ديبيوت احسن من صلاح واحسن من كل الافارقه. عمو راسي لو ميور بيتر تدمر تاعك بالمقاطعه. نقدر نعبر على رأيي بكل احترام à travers un point de presse ou là un journaliste qui pose la question à Petkovic ou là à Walid Saadi, il peut dire son désarroi par rapport à ce qui s'est passé. D'autant plus qu'Erdogan وليد سعدي نمبر دي كوميتي اكزيكوتيف، نعم، عضو في المكتب. عضو. من جديد جوائز الكاف والاتحاد الافريقي كان كشف اليوم عن افضل المرشحين لجائزه الافضل. نبداو بشنو تحبوا تبداو الاولاد؟ بالمدربين. نبداو بالمدربين. يلا نبداو بالمدربين. دونك القائمه فيها مدرب منتخب الكافير بوبيستا، فما حسام حسن، ايضا جورسيتش بيراميدز، سامي طرابلسي ناخب الوطني، ايضا مدرب المنتخب البنين فما معين الشعباني، طارق السكتيوي، محمد الوهبي، ايضا وليد الركراكي وباب تياو مدرب منتخب السنغال. حسام، رايك في القائمه في العشره ووجود سامي الطرابلسي من ضمن الافضل؟ هو باهي ديما كي تلقى معناها واحد تونسي سواء في افضل مدرب، افضل لاعب، افضل حارس، افضل نادي، افضل منتخب، ديما باهي. اما انا مانيش عارف شنو معنى الكريتير نتاع الاختيار وكاو معناها فما خاطر منطقيين فما دي كريتير صحيح نتاع الاختيار. اما موجود على ذكر الكريتير بالحق معناها دخلنا وشفنا وعملنا دي ريشيرش. دخلت حتى اليوم على السيت اوفيسيال تاع الكاف وعرفنا فما معايير. دخلنا في جوجل عملنا لي ريشيرش، الحقيقه ما لقيناش معايير علاش يتم الاختيار. هي تكون من جوائز الكاف، جوست لقينا الانفورماسيون في السيت اوفيسيال. شنو اللي قالوا حسين؟ على خاطر كان المعايير مثلا تاع المدربين مش احنا في المدربين كان المعايير اللي نعرفوها خاطر منطقيا راهو في افريقيا ولا في اوروبا ولا في امريكا الجنوبيه ولا في اي بلاد هما بيتهم معايير. اول شيء الالقاب،
والله انا غالط دكتور. لا ذاك صحيح. نمشيو بالكعبه مثالش نمشيو مثالش. مدرب الكاب فير بوبيستا. شنو الالقاب اللي عنده؟ رشح الكاب فير هذا الكوب دي موند اول مره. كان الكريتير نتاع ترشح لكاس العالم منطقيا. قداش من المنتخب ترشح؟ هما ما يمشيوش منتخب. سي كاليفي لا كاف لا كوب دي موند. نوز افون ان باركور جالي دير اكسبسيونيل. Parmi les meilleurs, la dernière fois درت les statistiques, nous avons de bonnes statistiques. 25 نقطة. 25 نقطة. نعم هذا الشان ولا هذا الشان معناها منطقيا شوف معناها بين الأربعة هذوما مو هزوا الألقاب. تكون الأفضل هي التتويجات. تتويجات. لكن حسام هما سامحني هما شو الفرق اللي عمل بين ديمبيلي وبين لا يامال؟ التتويج. هذا الشامبيونز ليج هو اللي عملت الديفيرونس في الآخر. دونك تتويجات. انا بالنسبه لي انا ريت قلت ديما باهي راهو زوز توانسه راهو سافي بليزير وماذا بيا حتى 5 ولا 6 معناها ما فهمتش واحد ما يفرحش خاطر راهو ديما اسم تونس. اما انا بالنسبه لي انا عندي مدرب بيراميدز مدرب منتخب المغربي للشباب معين الشعباني ومدرب بيراميدز. هما يختاروا 10 اسماء. لا بعد نحكي لك باهي قلت لك سي بيان لي صحيح. اما باش تقول لي انت اختار من الافضل بالنسبه لي انا الافضل هو مدرب بيراميدز. هاز شامبيونز ليغ وهاز سوبر كوب وهاز لافرو ازياتيك شاربح ينجم. احنا قلنا توا الافضل اما اكثر شامبيونز ليغ ولا كوب دلاكا شامبيونز ليغ. وشكون ربح في السوبر كوب؟ بيراميدز. لا غالب هذيك تعمل ديفيرونس. ومشى ربح اهلي جده بالعالميين النجوم تاعها ربحها في جده 3. دونك معناه بالنسبه لي انا هو الاولاني والثاني معين الشعباني والثالث اللي تنجم تكون الاول والثالث اللي يكون الاول بالنسبه لي انا هو مدرب منتخب المغربي للشباب. انك تكون بطل العالم وتربح اسبانيا وفرنسا والارجنتين والبرازيل والعالم هذا الكل انجاز اكثر من الباقي الكل. اما صراحه معناها بس بالكريتير يمشي على لجان. قلت لك انا ما نعرفش ما حاطينه في القائمه. على شو حاطينه في القائمه؟ باهي جوست باش نوضحوا انه تم انشاء جوائز الكاف. هذا حسب السيت اوفيسيال جوائز الكاف في عام 2000 من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم لتكريم الاداء الاستثنائي في كره القدم الافريقيه. تحتفل جوائز الكاف بافضل مواهب في كره القدم الافريقيه من خلال تكريم لاعبيه مدربين فرق سواء الرجال او النساء في مختلف الفئات. حسام حكى على المدربين دوك مش معك للنوادي الانديه فما بلوزداد قسنطينه زيك ميموزا بيراميدز باركان ماميلودي سان داونز اورلاندو بايرتس ستيلنبوش جنوب افريقي الهلال السوداني وسيمبا التنزاني غياب الاهلي المصري وايضا الترجي التونسي اللي عملوا كوب دي موند دي كلوب السنه. تو معقول هذا تو بربي والله سامحني دكتور خذيت عليك الكلمه. تو معقول تو ما احتيار دي اقول لك المحترمات يا رب النوادي كل بلوزداد شنو هزت؟ قول لي شنو هزت بلوزداد؟ انت باش تحط بالوزداد تحط مولدية العاصمه شكون اللي هز الشامبيونات في الجزائر؟ اي معناها مولدية العاصمه هزت ولا بالوزداد؟ كلاسمون ثالثه وخسر فينا الكوب بالوزداد. والاسبيرونس هزت هزت الدوبلي ومشات كاس العالم. كاس العالم مش موجود والاهلي شكون هز الشامبيونات الاهلي شكون مشى كاس العالم؟ حسبوا على لي دومي فينال تاع لي كومبيتيسيون على لي دومي فينال شنو؟ نتاع لي كومبيتيسيون افريكان مع توس دومي فينال معناها خير ما تمشي كوب دي موند كلوب وتفوز دوبلي في بلادك. هما الكريتير نتاعهم باش اجي نقول لك حسام بيراميدز تتويج بدوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي. مثال بلوزداد انهى الموسم الفارط المرتبه الثالثه في الدوري الجزائري وخسر في نهائي الكاس. قسنطينه نصف نهائي الكاف. شنو اخر الدولي الجزائري محمد امين عموره عن هذه القائمه. الا يستحق محمد امين عموره هداف التصفيات على الاقل التواجد ضمن المرشحين؟ على كل حال انا لما نتكلم على لاعبين اثنين. نعم. عموره اكيد هو رقم واحد. ان فيه معايير على كل حال هما ما ياخذوهاش من باب الصدفه. فيه معايير ولكن حتى في المعايير فيه بعض التلاعبات. اذا كان نتكلم على التقييم على بعض اللاعبين ناخذ كمثال احنا نقارن. نعم. مثلا لاعب بركان لاعب مليوي اللي موجود في العشر المترشحين لنيل الجائزه. نعم. لما تشوف انت لاعب مثل مليوي اللي يلعب فيه بركان وتخلي لاعب اللي يلعب ما نقولوش جزائري اولا هداف تصفيات كاس العالم، ثانيا يلعب في الدوري الالماني، ثالثا هداف الفريق في الدوري الالماني الاول. هنا نطرح بعض الاسئله. نعم. لان نقول هنا واضح ان فيه انحياز، فيه كما نقول احنا تلاعبات في حتى في المعايير. نعم. نظن ظلم من جهه عموره وظلم كبير. الظلم الثاني اللي هو
لعب بن سبعيني. بن سبعيني اذا كان تقيسوا بن سبعيني يلعب في من احسن لاعبين، من احسن الفرق الموجوده في العالم. دورتموند. نزيد لا سيليكسيون، يعني انتقاء اللاعبين او اختيار اللاعبين تبدا حتى في النوادي. لما انت نادي مثل مانشستر سيتي ممكن ثاني او اول او ثالث احسن فريق في العالم يختار لاعب اسمه ايت نوري، ما جابوش من باب الصدفه. يعني هذا اللاعب عنده مؤهلات، عنده مقومات، عنده امكانيات باش يلعب في المستوى العالمي. اذا اللاعب هذا مش موجود، لا ايت نوري لا بن سبعيني، وخاصه اللاعب عموره. يعني نظن باللي في انحياز وفي ظلم خاصه عند اللاعبين الجزائريين. نظن هذه ممكن فيها حتى ممكن فيها يعني ما جاتش من باب الصدفه، هي ضرب استقرار او كما نقول ذهنيات لاعبي المنتخب الجزائري اللي ممكن كانوا ينتظروا هذا الاختيار هذا ووجودهم في العشر لاعبين الافارقه. نعم. سعيد كناوي، تحدثت لي على محمد امين عموره، تحدثت لي كذلك على رامي بن سبعيني وريان ايت نوري. الثلاثي هذا باعتقادك يستحق التواجد على الاقل